السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض رز بقى ببصل كده زي السكر. طبعا البصل بيسكر الرز قوي. طبعا ممكن بقى تعملي الرز ده رقة جنب السمك، لو مثلا طالب سمك من بره، سمك مقلي او مشوي. طبعا بنحب جنبه رز البصل. قلت بقى اعمل معاكم النهارده عشان طبعا كان بقى عندي سمك من امبارح، فكنت محتاجه رز جنبه. هنعمله النهارده بطريقه حلوه قوي وسهله وبسيطه ومش هتاخد وقت معانا ان شاء الله. تعالوا نشوف هنحط ايه ولا ايه المكونات بتاعتنا. طبعا هنجيب بصلتين كبار كده نقطعهم حتت صغيره زي ما انتوا شايفين كده. طبعا كل ما تكتر البصل اكتر، البصل بيسكر الرز. حطيت الكميه دي على شويه الرز اللي انتوا شايفينهم دول، غسلتهم كويس قوي كده وصفيتهم. وبعد بقى كده هبدا احط حله على النار واحط فيها ايه شويه زيت، شويه زيت برضو حلوين، عشان كل ما تزودي الزيت بيكون ايه الرز جميل كده ومفلفل. واول لما يتقدح معايا هبدا بقى انزل ايه بكميه البصل بتاعتي. بصوا هبدا بقى انزل بالبصل اهو، مش هحط على اي بهارات ولا اي توابل دلوقتي. هفضل بقى ايه اقلب فيه شويه لحد اما يتحمر معايا كده ويديني لون ذهبي كده جميل. وبعدين هضيف عليه الرز، بس مش هحمره قوي يعني لدرجه ان هو يتحرق معايا، اللي هو تحمير بسيط كده. ممكن برضو تسيبيه على كده، بس انا حمرته يعني ايه شويه كده. بصوا اهو بدأ يحمر معايا اهو. هفضل بقى اقلب فيه شويه كده، واول لما ياخد اللون الذهبي بتاعي هضيف عليه الرز وهديله برضو تشويحه معاه اهو. هفضل بقى اقلب كده من غير اي بهارات ولا اي حاجه اهو. بدأ ياخد اللون الذهبي بتاعي، هبدأ بقى ايه اضيف على الرز عشان ما يتحرقش، مش عاوزاه غامق قوي معايا اهو. ضفت الرز اهو، هقلبه بقى كويس كده كله مع بعضه. طبعا لما الرز بياخد تشويحه بيكون مفلفل وحلو، بيدي التشويحه دي بتديله طعم حلو قوي برضه. هبدأ بقى اضيف عليه ايه شويه ملح وشويه كمون، بس هو ده اللي هضيفهم عليه. ممكن تحطي ملح بس، هديله بس تشويحه اهو. هبدأ اضيف الملح اهو وسنة كمون برضو ايه بسيطة كده. هقلبه برضو كويس مع بعض وهديله التشويحة دي. وبعدين بقى هفضل ايه هبدأ اضيف الايه المية بتاعتي. بصوا المية يدوب على قد الرز عشان ما يعجنش معايا. هعلي عليه طبعا النار لحد ما يشرب كل المية دي. بعدين بقى ايه سنة الكمون اللي حطيتها هبدأ ايه اهدي عليه خالص. بصوا ما شاء الله لونه عامل ازاي، هيكون لونه بني وجميل زي اللي كنت جايباه من الوجبة واحسن كمان. طبعا بقى ابدأ اعمل سلطة، دي بصلاية وفلفلتين وطماطمتين وشوية جرجير كده. ابدأ ايه اعمل السلطة جنبه تقطع كده. وبعدين ايه اعصر على ليمون واحط عليه شوية ملح وشوية كمون بس كده اهو. هنا الرز خلاص شرب المية معايا. بصوا بقى ما شاء الله جميل. هبدأ بقى اقلبه كده واجيب اللي تحت فوق عشان ايه كله يستوي كده ياخد نفس التسوية. وهدي عليه بقى النار خالص. بصوا ما شاء الله هي دقيقة واحدة وهبدأ انزلهم. بصوا ما شاء الله بعد ما استوى بصوا التسوية بتاعته فلفل وجميل ولونه ما شاء الله ذهبي اهو. جربوا الطريقة دي وقولوا رأيكم في التعليقات. انا السلطة حطيت عليها شوية ملح وشوية كمون، وهنا بقى السمك اللي كان باقي معايا والطحينة. وده كان يوم النهاردة. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام